يا مساء الفل. النهارده عامله لكم ريفيو يعني جميل شويه، ريفيو سريع وجميل شويه. بصوا بقى كده الحلويات دي، في ترند طالع عندنا في شبرا اسمه بليله حامض الاسكندراني. تعالوا نشوف هي عباره عن ايه. طبعا ده شكل اللوجو بتاعهم والشنطه، ودي العناوين بتاعتهم. تمام كده. انا طبعا عشان مجرباهم قبل كده فقلت ايه اعمل ريفيو كده بقلب جامد يعني. بصوا المفروض ان البليله دي احنا جايبها بس تيك اواي، لكن هناك بتبقى في سلطانيه كبيره وكده. طبعا تيك اواي لما تلاقوا بقى براند مصري بيعمل الباكجينج بالمنظر النظيف الجميل ده، انه يطلع لي اللبن كده، والبليله نفسها والمحتويات بتاعتها والفاكهه كده، لا تحس ان احنا اصلا يعني مش في شبرا. اما بناكلها هناك طبعا بيكون كل ده جاي في سلطانية وعلى بعضه، والحاج الطيب صاحب المحل بيجي وهو صورته هنا على العلبة، بيجي معاه براد كده ستانلس نضيف جدا، بيحط منه الحليب اللي طعمه فظيع بتاعهم ده. طبعا انا اول مرة اطلب تيكاواي، قلت اشوف برضو التيكاواي اخباره ايه عشان اعمل لكم كمان عليه ريفيو. لقيت ان التيكاواي شكله يعني اجمل بكتير كمان من هناك، سواء عايزين كده او كده، هو في الحالتين جميل جدا. تعالوا بقى نجرب ان احنا نحطه ونحضره في سلطانية. بصوا بقى كده، هنجيب سلطانية كبيرة حلوة كده تستوعب هذا القدر. بسم الله. ده شكل البرطمان. طبعا على الوش بيكون فيه البسبوسة والمكسرات والكنافة، وبعد كده في جوز هند، وفي سكر بودر، وفي كنافة محمرة، وفي الاخر خالص البليلة. فاحنا طبعا ايه هننزله كده. بسم الله. بصوا اصلا الكمية ما شاء الله يعني. والبرطمان ده ممكن تحتفظوا بيه، تسيحوا سمنة تحطوها فيه، تعملوا مخللات حلوة. تمام كده. تمام كده. عايزين تقلبوها؟ تمام. انا الحقيقة هقلبها. هقلبها كده عشان يعني السكر وكل حاجة تكون مختلطة مع بعض. مش محتاجة اضيف اي حاجة تانية خالص. وادي البسبوسة وادي الكنافة والمكسرات كله. بعد كده المفروض ان انا انزل بالفواكه. ادي الفواكه. انا مديني علبة مانجا وعلبة فراولة وموزاية حلوة، يعني مش موزاية صغيرة مثلا كده، لا موزاية كبيرة. احنا هنقطع الموز شرايح. تمام كده. هنقطع بقى الموز. بسم الله. تمام. وهننزل بقى بشويه الفراوله الحلوين قوي دول. هم عاملينها برضو حاطين عليها سكر او حاجه، ان هي طعمها مسكر يعني. واخر حاجه او الحاجه اللي قبل الاخيره هتكون المانجا. طبعا المنظر لحد دلوقتي هايل، يعني المنظر كده يتاكل على طول. بس طبعا اللبن ده بيجي سخن مولع. تمام. عايزين بقى تحطوه في مايكرويف برضو او حاجه. تمام. تعالوا بقى نحط كده. بسم الله. بصوا المنظر جميل ازاي. وده شكل طبق البليلة الترند اللي قالب شبرا من اول الشتاء، يعني مش قادرة احكي لكم. بصوا يعني فيها كل حاجة. بسم الله. بجد بجد يا جماعة لازم تجربوا الترند ده. انا مش متأكدة قوي من السعر، بس يعني انا كل مرة بيبقى مع الاوردر حاجات، بس افتكر ان هي هتكون 110 ل120 في الحدود دي. بس بجد تستاهل جدا. خروجه لذيذه كده وتطلبوها فيها هتتبسطوا جدا جدا. جربوا
الترند الفظيع اللي في شبرا مصر ده، وقولوا لي رايكم ايه. باي باي.